وحسيت ساعتها إن مفاصلي ثابت ودماغي تقلت، زي ما يكون كده شاربة حاجة، وضربات قلبي زادت وبالعافية وبصوت مش طالع. قلت له ما يصحش كده، بس لقيته قرب أكتر، وساعتها استسلمت لكل اللي بيحصل، وهو حس بكده وزاد في عمايله. أنا اسمي توحيد، عندي 42 سنة، اتجوزت من وأنا صغيرة قوي، يعني زي ما تقولوا كده زي معظم بنات الأرياف. أنا جوزي كان فلاح، وكان وارث 3 فدادين أرض كان بيزرعهم، وكانوا الأرض دي كل اللي نملكهم في الدنيا. وخلفنا ولد واحد هو اللي طلعنا بيه من الدنيا، والولد ده كان على 3 بنات. ولما جوزي مات من حوالي 6 سنين ما بقاش ليا في الدنيا غير ابني محمد، وهو اللي كنت بعتمد عليه في كل حاجة في الدار، وهو كمان اللي بيرعى الأرض وبيزرعها، ومفيش كمان غيري أنا وهو بس في الدار، بعد طبعا ما بناتي كلهم اتجوزوا، وبقت كل واحدة ملهية في حياتها ومع جوزها وعيالها. وساعتها رضيت بنصيبي واسمتي، وهو ابني معايا ومراعيني، والحمد لله على كل حال، مع اني يعني جميلة وحلوة ولسه بصحتي، وكنت مهتمية بنفسي قوي علشان يعني ما تخنش وكده. وانا اصلا من النوع اللي بحب ابقى حلوة دايما وسمباتيك، وربنا خلقني كده عشان احنا يعني في الارياف. وبعدين يعني انا مهما كان كنت ست ارملة، وكمان مع الوقت بقيت جدة، وعندي بنت كبيرة ما شاء الله دلوقتي، عندها بنت في المدرسة. بس طبعا بالرغم من كل ده أنا كنت حاسة بنفسي إن أنا لسه عايزة الحياة وعايزة أعيش، بس الوضع والظروف مش سامحين بكده، مع إني لسه جوايا يعني حاسة إن أنا شابة. بصراحة برضو لسه ليا رغبات، يعني ما أنا برضو لحم ودم، يعني أيا كانت ظروفي وأيا كان اللي بيحصل، بس كل ده كان متداري جوايا علشان محدش يحس بيا. وكل واحدة في ظروف، كل واحدة يعني بيبقى ليها ظروفها وطريقتها إنها تفرغ مشاعرها، ومفيش حل تاني قدامي. المهم بقى يعني في يوم من الأيام كده اتفاجئت إن ابني جايلي وبيقولي بصراحة كده يما أنا عايز أسافر برا. حسيت بقى ساعتها إني اتصدمت والدنيا اتقفلت في وشي، وقلت له أنت بتقول إيه يا محمد؟ طب والأرض، الأرض بتاعتك دي مين يراعيها؟ قال لي أرض إيه يما؟ الأرض دي بعد تعب ومرمطة السنة كلها في الآخر بتجيب لنا شوية ملاليم. أي حد بيشتغل برا بيعمل الفلوس اللي الأرض بتجيبها لنا دي بيعملها في يوم واحد. قلت له يعني إيه؟ يعني الأرض دي هتسيبها تبور؟ أنت هنا يا ابني صاحب ملك وصاحب أرض وصاحب ملك، إيه اللي يخليك تسافر وتتغرب وتتمرمط وتتبهدل في بلاد الناس الغرب؟ لقيته بيقولي بقولك ايه يما متكبريش الموضوع، ناس كتير بقى عندها اضعاف اللي عندنا وبيسافروا بره اهو وبيشتغلوا وكمان بيعملوا احلى فلوس، وبعدين بيرجعوا وبيشتروا اراضي براحتهم وبيوت كبيرة وواسعة. اما انا لو فضلت على الحال ده قاعد جنب الارض دي كلها كام سنة ومش هتكفينا حتى الشهر، مش هتكفينا شهر ايه، مش هتكفينا حتى اسبوع. قلت له طيب وهتسيبني لوحدي في الدار؟ انت شايف يا محمد الدار فضي عليا بعد ما ابوك مات واخواتك كلهم اتجوزوا، هعيش كده لوحدي ازاي يا ابني لو سافرت؟ بس طبعا كل ده ما كانش فارق مع محمد ابني، فكرة السفر بقى كانت مسيطرة على دماغه بشكل مش طبيعي، وفعلا نفذ كل اللي في دماغه، وفي خلال شهر واحد لقيته بيجهز أوراق السفر، ولقيته سافر، ولقيت نفسي قاعدة لوحدي في البيت الطويل العريض، وإحساسي بالوحدة كان بيكويني كل يوم. والمشكلة الكبيرة كمان إن الأرض اللي حالتنا كده هتبور، لأن ساعتها مفيش حد يرعاها. أعمل إيه بس يا ربي؟ فقلت لازم أخرج وأطلع من المحنة دي وأشوف ممكن أعمل إيه. ولما طبعا رحت علشان أطلع يعني على الأرض وأبص عليها لقيت في الأرض أبو تحسين، وأبو تحسين ده كان جارنا، وطبعا كان عارف كل حاجة زي ما انتوا عارفين إن في القرى والأرياف مفيش أي حاجة بتستخبى على الناس، والناس بتبقى عارفة كل حاجة عن بعضها، مش زي المدينة يعني بيبقى كل واحد في حاله. المهم جالنا أبو تحسين وقال لي عاملة إيه يا أم محمد؟ إزيك عاملة إيه بعد طبعا ما ابنك سافر؟ قلت له الحمد لله نحمد الله على كل حال. قال طيب وهتعملي إيه بقى في الأرض؟ قلت له والله أنا مش عارفة،
مش عارفة من غير ابني هعمل ايه. قال لي بصي، مفيش حل غير انك تأجريها، وده حل سهل وسريع. تأجريها لحد يزرعها بالنص. قلت له والله لو عندك حد كويس تعرفه ويكون أمين، أنا يا سيدي ما عنديش أي مشكلة وما عنديش أي مانع. قال لي خلاص، تسمحيلي أعد عليكي بكرة بالليل ونتكلم في المواضيع دي؟ قلت له اتشرف يا غالي. وفعلا بالليل بعد صلاة العشاء لقيته بيخبط على الباب. دخل وقعد وعملت كوبايتين شاي. وده كان راجل أرمر، هو كان عنده حوالي 50 سنة، بس ما شاء الله عليه راجل صحته كويسة. وطبعا مراته ماتت من حوالي 3 سنين، وعنده منها حوالي صبيان، 3 صبيان و3 بنات. بصراحة يعني هو كان قادر وبيحب الشغل، وهو كمان كان صاحب جوزي الله يرحمه، وكتير كان بيجي عندنا البيت. بس بيني وما بينكم ما كنتش برتاح لنظراته، يعني ما كنتش بحب ان هو يجي، وزي ما يكون عينه كانت هتخرق الهدوم اللي كانت علي. بس دلوقتي للأسف فعلا أنا محتاجاه علشان موضوع الأرض، ما أنا مفيش قدامي حد غيره. وخصوصا بقى إن الأرض بتاعتي كانت جنب أرضه على طول، يعني تعتبر قدامه، ممكن بقى يرعاها بكل سهولة مع أرض. المهم قال لي ايه رأيك يا أم محمد اما أجر منك الأرض، وهي طبعا كده كده جنب أرضي، ولو حتى عايزة تبيعيها أنا ما عنديش مانع، أنا ممكن أشتريها. قلت له لا، أبيعها ايه؟ دي الحاجة الوحيدة اللي بنمتلكها بعد وفاة المرحوم، وبعدين دي ورث العيال. قال خلاص يا ستي أنا هأجرها منك، واللي يجي منها بالنص. قلت له خلاص اللي تشوف. قال لي تمام، من بكرة الصبح هبقى بشتغل في الأرض وما تقلقيش احنا أهل. قلت له ده العشم برضه. وبعدها بدأ يكلمني في حاجات ويسألني أسئلة بصراحة بالرغم من كل حاجة، بس ما كنتش متوقعاها منه، وخصوصا يعني بالسرعة دي. بقى بيتدخل وبيسأل في أمور شخصية ما توقعتهاش منه. ولحظة واحدة كده لقيته جاي يقعد جنبي على الكنبة وبيقول لي جرى ايه، انا عارف انك وحيدة وعايشة في البيت ده، وانت يعني زيك زيي واحنا حالنا زي بعض، ليه ما نتجوزش وانا وانتي نعيش مع بعض ونسلي حياة بعض؟ ساعتها قلت له لا ما ينفعش، ايه اللي بتقوله ده؟ جواز ايه بعد ما بقينا في السن ده؟ لا لا ما ينفعش، خلينا كده احسن وخلينا في التجارة. لقيته بيقرب اكتر بيقولي لأ، ما أنا مش معقولة أسيبك في الحالة اللي انت فيها دي، ابنك مسافر وانت عايشة وحيدة في بيت طويل عريض ومحدش مالي عليكي حياتك. ولقيته بيقرب للأسف، ولقيته بيحط ايده عليا، وانتوا فاهمين بقى، حصل اللي حصل. وطبعا اللي حصل ده من غير جواز، وانا دلوقتي خايفة بعد اللي عمله ده ما يرضاش يتجوزني، ويبقى أنا كده ضيعت سمعتي في آخر أيام حياتي. مع إنه يعني في آخر لقاء ما بينا وعدني إن هو هيجوزني على سنة الله ورسوله، بس خايفة لا يخلف بوعده وما ينفذش رغبتي. فياريت تنصحوني وتقولوا لي أعمل إيه، وهل فعلا هو اتلعب بيا وضحك عليا، ولا هو راجل شريف وغرضه شريف؟ ياريت تنصحوني وتقولوا لي أعمل إيه.